احنا حطينا دلوقتي الدقيق، كيلو دقيق. دي طريقة عمل القراميش السادة واللي هي بعجوة، او اللي انتوا عاوزين تعملوها بملبن. طبعا احنا ضفنا دلوقتي معلقتين كبار سكر، ضفنا رشة ملح، ضفنا معلقتين سمسم، معلقة ريحة الكحك، ضفنا معلقة خميرة، نص معلقة بيكنج باودر، ضفنا رشة ريحة الموز، ضفنا كوباية ونص سمنة على زيت. طبعا نبدأ نعجن بقى. طبعا بعد ما بيتعجن بنبس فيه. طبعا احنا ضفنا مية حسب ايه ما تاخد، يعني خدت كوبايتين بالظبط مية. هتخمر ايه؟ ادي طبعا احنا كده عجننا العجينة، شايفين طبعا هي قوامها بقت عامل ازاي. بنسيبها بقى ايه نص ساعة كده لحد ما تخمر ونبتدي نشغل فيها يعني. الصاج بنعمل قراميش بالعجوة، وادي الصاج اهو بعد ما قطعناه وعملناه. طبعا احنا بنفرد العجين زي ما انتم شايفين كده. بعد ما بنفرد العجين بنحط العجوة في النص وبنقفل العجين على العجوة اهو. تمام كده. طبعا بنبتدي نحطها فين؟ على العجين اهو. نبتدي بقى نقفل بقى بعد ما عملنا العجوه اهو. نبتدي نقفل بقى الايه العجين على على العجوه من يمادي ومن يمادي اهو. تمام. انتوا شايفين اهو الحاجه بتتعمل قدام منكم اهو، عشان برضك ايه. وبعد كده بنبتدي ان احنا نقطع العجين بتاعنا لقطع صغيره زي ما انتوا وريتها لكم في الصينيه اهو. هنبتدي نقطع اهو، نقطع ونرص، نقطع ونرص اهو. احنا بنقطع ونحط على صينيه اهو، بعد كده ناخد نرص فين؟ في الصاج. طبعا ده كيلو دقيق بيعمل صاجين ونص زي ما انتوا شايفين اهو. ده اسمها قراميش بالعجوه. قراميش بايه؟ بالعجوه. دي عباره عن ايه؟ ده عباره عن ايه بقى؟ كيلو دقيق وربع عجوه وكوبايه ونص سمنه على زيت ومعلقه خميره اللي هي الفوريه دي، واللهم صل على حضره النبي نص معلقه بيكنج باودر، ومعلقتين سمسم، ومعلقه ريحه الكحك. وطبعا كل بيتعجنوا ببعض يعني. وبعد كده تبتدي ان احنا ايه نقطع زي ما انتوا شفتوا كده، ونحطه في السجاد، وبعد كده ندخله بالفرن. تابعونا لحد اخر الفيديو. ده طبعا بعد ما الصاج خرج من الفرن اهو. تمام اهو. تمام. استوت القراميش دي، قراميش بالعجوه. وطبعا هوريكم العجينه لما تتعمل في الاول.